قصتنا النهارده يا صديقي مرعبة شوية، لأننا هنتكلم عن صياد مغربي اصطاد أرنب أسود وكمان ذبحه وأكل الكبدة بتاعته. لكن الغريب هنا إن الأرنب بيطلع عبارة عن جن متشكل في هيئة الأرنب ده، وأفراد عيلته بيحاولوا الانتقام من الصياد ده. تعالوا بينا نشوف القصة كاملة. قصتنا يا صديقي بتعود لأحد القرى اللي موجودة في صحراء المغرب العربي. بطل قصتنا النهارده كان معتاد على صيد الارانب البريه، من حين لاخر كان بيطلع من القريه بتاعته وبياخد معاه عده الصيد بتاعته، واللي كانت عباره عن شبكه صيد بطريقه معينه. اول ما الارنب بيقف عليها بتمسك في رجله. الصياد كان معتاد على الموضوع ده، لكن في احد الايام بيحصل له موقف في قمه الرعب. في اليوم ده اخذ بعضه وراح للصحراء علشان يصطاد كالعاده. المهم ان صاحبنا ده راح للصحراء بالليل كالعاده ونصب الشبكه بتاعته. بعد ما نصب الشبكة راح علشان يدور على مكان ينام فيه يكون قريب من الشبكة، وبالفعل لقى شجرة وقرر انه ينام تحتها. قبل ما يروح في النوم سمع صوت حركة غريبة، لما التفت لقى ان الصوت ده جاي من فوق الشجرة اللي هو نايم تحتها، وكان سامع صوت اتنين بيتكلموا مع بعض وكانوا عمالين يهزوا الشجرة بشكل قوي جدا. لكن الصياد ما اداش أهمية للموضوع وقرر انه يكمل نوم. لكنه قبل ما ينام سمع الشخصين اللي فوق بيتكلموا مع بعض ان الشخص اللي نايم تحت ده ماله، بمعنى انه مش مدي اي اهميه لينا. المهم ان نزل شخص منهم من على الشجره وقعد فوق بطن الصياد وعمل له حاجه كده زي موضوع الجاسوم وكتم على نفسه، وبعد كده سابه. فهنا الصياد قام مفزوع من النوم وقرر انه يقوم يصلي الفجر، وبعد كده اتجه ناحيه الشبكه اللي كان نصيبها علشان يشوف اذا كانت اصطادت حاجه ولا لا. اول ما قرب من الشبكه سمع صوت صريخ شديد من الارنب اللي اصطادته الشبكه. اول ما وصل للشبكه لقى انها اصطادت ارنب فعلا، لكنه كان لونه اسود وشكله الى حد ما مخيف. المهم انه طلع الارنب من المصيده، لكنه كان المعتاد عنده انه كان لما بيصطاد اي ارنب كان بيذبحه على طول وقتها، وبعدين يطلع احشائه وياخد الكبده بتاعته ويشويها بعد ما ياكلها. لكنه اثناء ما كان بيذبح الارنب كان الارنب عمال يصرخ بطريقه هستيريه جدا، زي ما يكون الارنب ده عايز يتكلم ويقول حاجه معينه، وده اللي هنعرفه في سياق الحلقه. تابع للاخر. المهم ان الصياد بعد ما ذبح الارنب واكل الكبده بتاعته اخذ الباقي من الارنب ورجع على القريه بتاعته. اول ما الصياد وصل البيت ادى الارنب المذبوح لزوجته علشان تطبخه. اثناء ما زوجته اخذت الارنب وحطته في الميه المغليه علشان يستوي بتحصل حاجه مرعبه جدا. الارنب المذبوح اول ما اتحط في الميه المغليه بقى بيصرخ بصوت عالي جدا، وفجاه الصوت ده اختفى. الصياد وزوجته بدأوا يقلقوا من الموضوع، لكن اللي زاد القلق أكتر هو إن الأرنب بعد ساعات وساعات على النار اللحمة بتاعته مش عايزة تستوي، لحد ما الصياد وزوجته زهقوا من الموضوع وأخدوا الأرنب اللي شبه مطبوخ ده ورموه بره البيت. بعد فترة قريبة من اللي حصل ده الصياد أصيب بمرض في بطنه بقى مخليه مش قادر ياكل أي حاجة. مع مرور الوقت بدأ جسم الصياد إنه يضعف وبقى نحيف جدا، وفي يوم من الأيام طلب من أولاده إنهم يودوه لبيتهم القديم واللي كان موجود في قرية مهجورة قريبة من القرية بتاعتهم اللي عايشين فيها. فطلب منهم إنهم كمان يحطوا معاه مية وأكل ويسيبوه يعيش لوحده. في الأول أولاده رفضوا، لكنه بعد ما ألح عليهم وافقوا، وطلب منهم إنهم ما يجوش يزوروه إلا بعد 40 يوم. وفي يوم من الأيام وهو قاعد في البيت المهجور سمع صوت صريخ لواحدة ست. مفيش شوية والست اللي كانت بتصوت دي دخلت عليه البيت. الست دي كانت في غاية الرعب وكانت طويلة وسودة. أول ما دخلت الست دي كانت عايزة تقتله، وكانت بتقوله إن هو قتل ابنها وكمان ذبحه وأكل الكبدة بتاعته. أثناء ما كانت بتحاول تقتله دخلت واحدة ست تانية ومنعتها من ده، وكانت لابسة لبس أبيض. المهم إن دار حديث بين الستات دول، وكان معنى الكلام إن في واحدة منهم عايزة تقتل الصياد والتانية كانت بتدافع عنه، والتانية كانت بتمنعها وبتقول لها إنه صحيح قتل ابنك لكنه ما كانش يقصد ده. المهم إنهم مشوا من البيت في وسط ذهول من الصياد اللي لحد دلوقتي لسه ما فهمش أي حاجة. في اليوم التاني حصل نفس الكلام، واحدة ست منهم عايزة تقتل الصياد والتانية كانت بتمنعها. وفي اليوم الثالث حصل نفس الكلام برضه. بعد ما تكرر الموضوع ده قالت الست اللي كانت بتدافع عن الصياد للست التانية ان الحل بينك وبين الراجل ده انكم تروحوا للقاضي علشان يحكم ما بينكم. المهم ان الست اللي كانت لابسه ابيض اخذت الصياد وراحت عند حفره موجوده في القريه المهجوره. اول ما وصلوا قدام الحفره قالت له غمض عينيك. اول ما غمض عينيه قالت له يلا نط في الحفره. بعد ما نط في الحفره قالت له فتح عينيك. اول ما فتح عينيه لقى نفسه موجود في عالم غريب جدا ومكان أول مرة يشوفه. حرفيا أول ما فتح عينيه لقى إنه موجود في محكمة وفي قاضي موجود وناس كتيرة مجتمعين. اتكلمت الأول الست اللي هي والدة الطفل اللي هو بالمناسبة كان الأرنب الأسود اللي اصطاده الصياد،
وبدأت تدافع عن الصياد قدام القاضي، وشرحت الموضوع اللي حصل للقاضي، وقالت له ان الراجل ده اصطاد الارنب الاسود وان الارنب ده يبقى ابن الست دي. القاضي التفت ناحية الصياد وسأله عن اللي حصل، فبالتالي الصياد قال له ان قبل اي مرة بينصب فيها الشبكة للصيد كان دايما بيقول الاذكار، وكمان كان بيجهر بصوته علشان هو عارف ان ممكن المكان يكون فيه مجموعة من الجن عايشين في نفس المكان. فهنا التفت القاضي للست ام الولد اللي مات وقال لها ان الراجل ده مفيش اي حاجة عليه، وقال لها كمان انه كان محذرهم قبل كده من انهم يمنعوا اطفالهم من انهم يتشكلوا على هيئة حيوانات مأكولة اللحم علشان محدش من الانس يأذيهم، وقال لها كمان انه حذرهم اكتر من مرة بسبب الموضوع ده. وقال القاضي كمان ان الراجل ده بريء وحذرها من انها تتعرض له، ولو عملت غير كده هتتعرض لعقاب شديد جدا. وبالفعل خلاص كده انتهى الموضوع ورجع الصياد لمكانه في البيت المهجور. خلال الفترة اللي كان عايشها في القرية المهجورة دي كان لسه حاسس بنفس الألم في بطنه، وكمان كان لسه مش قادر ياكل. وفي يوم من الأيام بيجيله شخص من أهل القرية علشان يزوره. بعدين الشخص ده قال له إنه لو عايز الألم ده يروح لازم إنك تشوي كبدة خروف أو كبدة بقرة وتاكلها. وبالفعل الصياد قرر يتجه على المكان اللي بيبيعوا فيه اللحمة علشان يشتري الكبدة وياكلها زي ما قال له الشخص التاني. وهو في الطريق قابله شخص ما يعرفوش، لكن الغريب إن أهل القرية كمان ما كانوش يعرفوا الشخص ده، وده لأن القرية دي كانت صغيرة فكل الناس بتعرف بعضها. المهم إن الشخص ده سأل الصياد وقال له أنت رايح فين؟ فحكى له القصة بتاعته وقال له إنه رايح علشان يشتري الكبدة علشان يعالج بطنه. فالمهم إن الشخص ده ادى للصياد شوية حطب وقال له إن الحطب ده من شجرة الزيتون، ولما تجيب الكبدة ابقى شويها على الحطب ده. وبالفعل الصياد راح اشترى الكبدة وشواها وبعدين أكلها، وبالفعل الألم اللي كان في بطنه راح وخف ورجع كويس زي الأول وأحسن كمان. فالخلاصة من القصة دي يا صديقي إن لازم تبقى عارف ومتأكد إن في عوالم تانية عايشة معانا على الأرض، ولازم كمان تاخد بالك وما تحاولش تنغرس في حاجات أنت مالكش دعوة بيها، وأي حاجة تشوفها مثيرة للشك حاول إنك تبتعد عنها فورا. بكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن القصص بتاعتنا لسه ما خلصتش على كده. طالما كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تشترك في القناة لو بتتفرج من يوتيوب، وتعمل لايك للبيج لو بتتفرج من فيسبوك. كمان يا ريت تفعل زرار الجرس علشان في فيديوهات فاتت وفي فيديوهات جاية لازم انك تشوفها. سلام.